يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم. طبعا انا ما صورتش اي حاجه خالص تخص العيد ولا صورت اي حاجه. انا كنت يعني بصوا بستجم كده في العيد اللي هو عايمه في الدهنه وكده، فاهمين انتوا؟ ف اللهم صل على النبي. اصور لكم ان شاء الله الايام اللي جايه حاجات تخص العيد بقى، حاجات اكلات بقى، لحمه وحاجات زي كده. خرجنا وما صورتش، ذبحنا وما صورتش، عملنا حاجات كتير وما صورتش، ما تعرفوش كان في ايه. بس اللي هو ايه، عايزه آه مش عارفه انا مش فاهمه فيه اللي هو بص، ما عنديش وقت ان انا اصور، ما عنديش وقت ان انا امسك التليفون واقعد اصور. فعلا كنت مضغوطه مضغوطه جامد يعني. فالحمد لله يعني فتره او يومين وعدوا الحمد لله، وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم. حط لايك بقى لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي، اشتركي فيها وحطي لايك للفيديو ده، وفعلي زر الجرس على الكل عشان كل فيديوهاتي ان شاء الله تشوفيها اول باول، وان شاء الله روتينات حلوه جايه ان شاء الله. بوعدكم كل مره، ولكن والله الجو حر. انا عايزه اقول لكم يعني انا بصوا قاعده عايزه انام وعمال كده اللي هو بقول ايه، طب امنتج الفيديو ولا انام؟ قاعده بقالي بتاع بالظبط ساعه مش عارفه اخد قرار. مش عارفه اخد قرار، طب انا هنام ولا هحط صوتي على الفيديو ولا ايه؟ مش عارفه. طبعا انا كنت منتجه الفيديو مظبطاه، بس يعني كان ناقص ان انا احط صوتي بس على الفيديو. بس الجو حر وشايفين بقى البطيخ، يعني هو ده. انا النهارده ما اكلتش اي حاجه خالص غير فطرت، وفطرت عادي يعني جبنه وبيض وبطيخ. بس ده اللي انا اكلته وما اتغديتش كمان. مفيش نفس بقى، يعني الجو حر اصلا ومفيش نفس. فانا قلت لهم هناكل جبنه وبطيخ وكده، احنا تمام زي الفل ماشي. بس المطبخ بقى كان ما يعلم بالله ربنا، ما عملتش فيه اي حاجه خالص من تنظيفات العيد. طبعا برضو انا ما صورتلكمش تنظيفات العيد، وما عملتش اي حاجه خالص مش فاهمه كان مالي. ما كنتش عايزه اصور اصلا، مش عارفه كان في ايه. يعني كنت حاسه ان الشغل كتير وكل حاجه كتير عليا، فما فيش وقت ان انا اقعد اصور واقعد بقى بعد كل تصوير اقعد امنتج والحاجات اللي انتوا عارفينها دي اللي هي تخص التصوير. فانا اختصرت الموضوع وخلصت شقتي في يومين اتنين، بس كنت مخلصه كل حاجه. طبعا كنت قايله لكم قبل كده ان الدواخل انا كنت عاملاها من قبل العيد تقريبا باسبوع او 10 ايام. كنت عامله كل الدواخل اللي هو الدواليب تحت السراير، كل حاجه كنت عاملاها من قبل كده. كان باقي حاجات خفيفه يعني، وعملتها وفي يومين اتنين كنت خلصت كل حاجه. بس انا ما عملتش حاجه تاني بقى هنا من ساعه الحاجات اللي انا عملتها قبل العيد، فاهمين؟ ما عملتش اي حاجه خالص. المطبخ كان محتاج بقى يعني، كان محتاج مسحه حلوه. مسحت بقى المطبخ، هتشوفوا معايا دلوقتي. بصوا مسحته مسحه محترمه يعني. طبعا هو كان عايز ميه وحاجات كتير، ولكن البيبه عندي كانت مش ماشيه فيها الميه خالص، فانا قلت همسح بالشرشوبه مفيش اي مشكله. واصلا احنا منضفين زي ما انتم فاهمين، منضفين الدواخل وكل حاجه في العيد. ف... ف يعني كان بصوا اللي هو ايه، مكان ما انا كنت قاعده ومكسره بقى العظم ومقطعه اللحمه فاهمين انتوا الحاجات دي؟ لان انا لما كسرت قعدت كده وكسرت انا وجوزي في المطبخ اللي هو العظم والحاجات بتاعه اللحمه دي. فمن ساعتها انا ما عملتش حاجه غير بس ان انا كنست. بعد ما خلصت كده كنست وبس، ما عملتش اي حاجه تاني خالص. ما مسحتش يعني بمعنى اصح. فكنت لازم امسح المطبخ واظبطه. وطبعا الرخام زي ما انتم فاهمين العفار والحاجات دي فالرخام كان محتاج يتلمع ويتظبط. بس هنا كنت بعمل ايه، كنت جايبه شعريه. طبعا انتوا عارفين ان انا بجيب شعريه اللي هي بالكيلو، اللي هي السايبه دي، وبتبقى اوفر زي ما قلت لكم قبل كده، بتبقى اوفر وبتبقى حلوه وزيها زي اللي هي بتاعت الشركات. فاللهم صل على النبي، جبت شعريه وحطيتها كده في البرطمانات اللي انتوا شايفينها دي، وجبت كمان كيس سكر وحطيته وبس. همسح بقى وهظبط الرخامه، وبعد كده ارص الحاجه بتاعتي علشان يعني بص كل حاجه كده تبقى جاهزه. جبت كمان كيسين ملح وحطيتهم في البرطمان الصغير. بحب كده الحاجات اللي انا جايباها اللي هي السايبه دي،
سواء لسان عصفور، شعرية، الحاجات دي بحب اكون حطاها في برطمانات علشان كل حاجة تبقى جاهزة معايا، ما اقعدش بقى ساعة ما انا اكون محتاجة حاجة زي كده اقعد افضي بقى من الاكياس وكده، وفي حاجات ساعات بتقع مني في الارض فانا ما بحبش كده. فانا بحب اجيب برطمانات كده، وزي ما انتم شايفين احط الحاجة بتاعتي في برطمانات بتبقى حلوة. او منظمات، المنظمات جميلة. عايزة اجيب والله وافضي رف كده، عايزة افضي رف كبير كده واجيب شوية منظمات حلوين علشان احط حاجتي فيها. طبعا انا بحط كل حاجتي في البار، في يعني كل حاجة زي ما هي بقى، ما بفضيش ولا بعمل اي حاجة خالص، كل حاجة بتفضل زي ما هي، استعمال ايدي بس. يعني الحاجة اللي تقضيني مثلا اسبوع مثلا، فاهمين؟ اسبوع واحد وبرجع زي الحاجات دي صغيرة وحلوين وشكلهم حلو على الرخامة يعني. بس ده برضو ما يمنعش ان انا اجيب منظمات والم الحاجات، المكرونات والحاجات دي. طبعا انا ما بجيبش المكرونات ما بجيبهاش مثلا 2-3 كيلو، لا انا بجيب مكرونات كتير، فبيبقى المنظمات مش هتنفع مع المكرونة. الرز نفس الكلام، انا بحط الرز في جردل كبير كده، جردل كبير. فما بينفعش معايا المنظمات مع الحاجات دي، لان الحاجات دي انا بجيبها بكمية. يعني بجيب مثلا شكارة رز كبيرة اللي هي 25 كيلو، بجيب المكرونة زي كده، بجيب اللي هي الشكارة اللي هي 25 كيلو. فالحاجات دي بتقعد معايا مثلا شهرين على حسب استخدامي. يعني انا ما بروحش اجيب الحاجات دي كل شهر، او ما بجيبهاش كل يعني ما بجيبهاش، انا بجيبها وقت ما بتخلص، يعني خلاص الحاجة هتخلص عندي فبروح اجيب. مش مرتبطة ان انا كل شهر راح اجيب مثلا خزين الشهر زي ما ناس كتير بتعمل، وبشوف ناس كتير تقولك خزين الشهر. لا انا ما بعملش كده، انا الحاجة بتخلص او قبل ما تخلص بروح اكون جايبة مثلا اللي بعده. يعني اجيب مثلا شكارة رز، شكارة مكرونة، او ساعات الشكارة دي بجيبها، شكارة المكرونة بجيبها في الشتاء، لان في الشتاء بيبقى الجو ساقعة فالمكرونة ما بتبصش. فبالنسبة لنا شكورة ممكن تبقى كتير، يعني بتبقى كتير علينا فبجيبها مثلا في الشتاء. في الصيف بجيب بالكيلو مثلا 5 كيلو 10 كيلو اجيبهم واستخدم منهم عادي، لان اصلا بلحق يعني اخلصهم في الصيف قبل ما يبوظوا عندي، لان الحاجات دي بتعمل سوسة كده وبتبهدل الدنيا يعني. زائد ان انا بيبقى عندي المكرونات بتاعت الشركات دي، الاكياس دي بيبقى عندي برضو، يعني بجيب منها برضو. ف يعني انتوا فاهمين، خزين الشهر ده انا ما بجيبوش. يعني انا بشوف ناس كتير تقولك خزين شهر. الملح كذلك بجيبه بالكرتونة او بالشكارة، بس مش شكارة ملح زي ما انتوا فاهمين، اللي هي الشكارة اللي فيها اكياس. اللهم صل على النبي. ايه كمان؟ السكر، بجيب برضو سكر، بشتري سكر كتير، مش مرتبطة بخزين شهر، او مش مرتبطة بشهر، ولا مرتبطة باسبوع، ولا مرتبطة بالكلام ده كله. انا بجيب وقت ما الحاجة خلاص هتقرب تخلص عندي بروح اجيب، وبجيب بكميات. فالكميات دي ممكن تقعد معايا شهرين، ممكن تقعد معايا 3 شهور، لان انا جايبة كمية فبتقعد كتير معايا. بس فانا مش ماشيه بنظام الشهر ولا الاسبوع. في ناس ماشيه كل اسبوع تنزل تجيب حاجات، بعمل كده في حاله واحده بس، اللي هي الخضار. كل اسبوع او كل كمان 10 ايام بروح اجيب حاجات للتلاجة وبس. وطبعا بالنسبة للفاكهة عادي بنشتريها كل يوم فاكهة، سواء بقى بطيخ. احنا فينا عيب مش عارفة يعني مش عارفة العيب اللي فينا ده في كل الناس ولا احنا بس. لما يكون مثلا موسم البطيخ احنا بناكل بطيخ بس، مع العلم ان هو مع البطيخ بيكون فيه ايه بقى؟ بيكون فيه دلوقتي في اسمه ايه، في عنب وفي برقوق وفي خوخ وفي في ايه كمان؟ عنب وبرقوق وخوخ وفي موز وفي فاكهة كتير مالية السوق، ولكن احنا بناكل بطيخ بس. يعني انا عايزه اقول لكم من ساعه ما البطيخ طلع واحنا بناكل بطيخ بس، كل يوم لينا بطيخه، كل يوم لينا بطيخه. تحسوا ان احنا برضو عايمين في البطيخ مع الدهنه، مع عارفين انتوا الحاجات دي كلها. فالحاجات دي كلها عامله لي انتخه كده، وعامله لي ايه اللي هو انا مش قادره اقوم، عايزه اكل وانام.
لا مش عايزة اصور. فكل حاجة على حالها من العيد، يعني كل حاجة انا عملتها في العيد بالنسبة للتنظيفات، يعني كل حاجة على حالها. لا مش هنقول على حالها بقى ده، يعني اللي هو ما حطيتش ايدي في الحاجات دي من العيد يعني، وزودوا بقى البهدلة بقى والحاجات دي كلها. فقلت لا خلاص بقى، يعني نسيبنا بقى من الكسل دوت، لان خلاص كده يعني كل حاجة جابت اخرها. فنسيبنا بقى من الكسل والانتخة والقعدة والاكل والنوم والكلام ده كله. فقلت اروح بقى اشوف المطبخ. المطبخ بتاعي والله بصوا كان ضايع كده. طبعا انتوا مش شايفين بهدلة كتير، بس هو كان ضايع. يعني الرخام كان بصوا متكسر عليه حاجات، عليه رقاق و... وعيش، والبوتاجاز كان ضايع. البوتاجاز ده كان بيتغسل والله صراحة، يعني انا بصوا ما بشكرش في نفسي، ولكن انا بقول لكم الحاجة الوحيدة اللي كنت بعملها في يومي كله اغسل البوتاجاز واغسل المواعين بس كده، واطبخ لهم بس. ما بعملش اي حاجة تاني في البيت خالص خالص خالص. اكل وانام. اكل وانام واعمل لهم الفته واللحمه وبس، وشويه رز صغيرين وشويه سلطه كده وبس. هو ده الاكل اللي انا كنت بعمله من اول العيد وبس كده. واول يوم طبعا عملنا الشويه. كان نفسي اصور لكم والله، بس مش فاهمه كان مالي. بصوا تحسوا ان انا كده في غيبوبه. وخرجنا واتفسحنا وروح ودينا العيال ملاهي. بصوا حاجات جميله، بس انا مش فاهمه كان مالي، اللي هو لا مش عايزه اصور، مش عايزه امسك التليفون واصور. ف مش عارفه بقى، يعني اكيد هعوضها ان شاء الله. اللهم صل على النبي. هنا بقى البوتاجاز كنت عامله امبارح ايه، اقول لكم كنت عامله امبارح لحمه وسلقاها كده. وبعد ما سلقتها اللهم صل على النبي، رحت جبت بقى ايه بصلايه، جبت طماطمايه، وجبت مش فاكره حطيت توم ولا لا. لا تقريبا ما حطيتش توم. بصلايه وطماطمايه وفلفل وصويا صوص، وحطيتهم كده على بعض كده في طاسه صغيره كده. وطلعت اللحمه من الشوربه. اللحمه بقى كانت خلاص اتسلقت واستوت. حطيتهم على بعض وكبشتين شوربه، وسبتهم بقى في البصل والصويا صوص وشويه فلفل اسود. وايه تاني، حطيت ملح. انا كنت حاطه ملح في الشوربه بس. حطيتهم بقى في الطاسه، وزي ما قلت لكم كبشتين شوربه، وغطيت عليهم وسبتهم بقى ياخدوا كده ويدوا مع نفسهم. عايزه اقول لكم البصل بقى مع الصويا صوص مع اللحمه. بصوا زي في كرمله كده، مش عارفه اوصفها لكم ازاي، بس كانت جميله بصراحه. وعملت فتة رقاق، وعملت شويه رز وشوربه وبس. طبعا ما عنديش اي خضار في التلاجة خالص، ما عنديش غير شوية طماطم صغيرين، ولقيت اكتر الطماطم بايظة علشان خاطر ما فيش استخدام بقى، ما فيش استخدام في اي حاجة. يعني احنا قضينا لحوم وشوية وناكل وننام، فما فيش استخدام لأي حاجة. عندي كوسة وعندي بتنجان وعندي كمان وفلفل بس في التلاجة. وعايزة اقول لكم الحاجات دي هتبوظ، مش عارفة اعمل ايه. يعني بقول خلاص بقى هما ممكن يبوظوا واحطهم للفراخ وخلاص، ولكن والله الحاجه صعبانه عليا، بس مش عارفه اعمل ايه يعني. بس انا ممكن بكره ان شاء الله اعمل محشي. هعمل محشي ان شاء الله بكره، شويه ملوخيه. شايفين الملوخيه بقى دي تحفه تحفه تحفه، كنت لسه جايباها بقى وطازه. بصوا فظيعه عامله ازاي. هعمل ان شاء الله بكره باذن الله يعني ملوخيه، وهعمل محشي. هعمل محشي كوسه، ومش عارفه البتنجان كبير مش هينفع يتحشي. هعمل محشي كوسه وفلفل، واحتمال ورق عنب. عندي ورق عنب في التلاجة، وعندي كرنب كمان في التلاجة، كنت مفرزه كل الحاجات دي. فان شاء الله بكره هعمل كده. بكره ايه، بكره الاتنين ان شاء الله باذن الله اظبط حالي واظبط الكوسه كده واظبط كل حاجه، وان شاء الله بكره هنعمل محشي ونعمل شويه ملوخيه وبس. وهنسلق لحمه وشوربه وفته كالعاده. هو العيد الكبير مشهور بالفته بس كده. المقطع بتاع الملوخيه ده
ما كانش في نفس اليوم، ما كانش النهارده، كان امبارح، كان يوم السبت. النهارده طبعا احنا الحد. ان شاء الله باذن الله لو الفيديو ده لحق يحمل هينزل لكم النهارده ان شاء الله بالليل، ملحقش هيبقى بكره بالليل. بس كده. هو تقريبا كده خلاص، الفيديو خلاص في اخره. لو نسيتي بقى تحطي لايك للفيديو، انا بفكرك اهو، ما تنسيش تحطي لايك للفيديو وتشتركي في القناه لو اول مره تشوفيها، وتفعلي زر الجرس على الكل عشان كل فيديوهاتي ان شاء الله تشوفوها اول باول. باذن الله باذن الله ان شاء الله هصور لكم فيديوهات جميله. كان نفسي قوي اصور لكم اجواء العيد، ولكن احنا لما ذبحنا الظهر، فالذبايح بقى وعقبال ما الجزار جه وعقبال طبعا ما ذبحوا وقطعوا ووزنوا، والحاجات دي كلها بتاخد وقت. ف وانا ما كنتش معاهم اصلا يعني انا كنت جوزي بس اللي حضر يعني، فاللي هو يعني جوزي اللي حضر الذبح، يعني انا ما روحتش. فانا قعدت في البيت يعني، طبعا جاب الحاجه وجاه، فانا كنت عقبال بقى ما نضفت الكرشه والمنبر والحاجات دي، كل الحاجات دي بتاخد وقت. يعني انا كل الحاجات دي انا عاملاها لوحدي، طبعا ما كانش في حد معايا، انا اللي عامله كل ده لوحدي. وبس. كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد علينا وعليكم. سلام عليكم.